السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا مساء الورد والفل والياسمين. النهاردة هنعمل بقى كده، مش عشان اللحمة بقى غالية مش هنعرف نعمل بقى كفتة الرز. هنعملها النهاردة بصدور الفراخ، اقتصادية كده وخفيفة وبصدر وفرخة واحدة بس. هنعمل يعني وجبة حلوة كده تقضي 5 تنفار. تعالوا بقى نشوفوا الطريقة بتاعتنا. النهاردة معانا زي ما قلت لكم كده صدر فرخة، ومعايا 4-5 فصوص توم، معايا التوابل بتاعتي، ومعايا نص كيلو من الرز. الرز طبعا غسلاه ونشفته قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا. ومعايا بصل، ومعايا حزمة من الخضرة، ومعايا فلفل اخضر. دي كل المكونات بتاعتنا. ومعانا بقى الكبه بتاعتنا الحلوه. اللي عايزه اقول لكم يا جماعه، اللي ما عندوش الكبه ديت فاتوا كتير قوي، لان الكبه دي بجد يعني جميله جدا وممتازه في كل حاجه. يعني شوف بقى، انا بعمل فيها، بفرم فيها اللحمه، وبفرم فيها الكفته، بفرم فيها كل حاجه، طماطم، بعمل فيها الملوخيه. بجد سهلت عليا حاجات كتيره قوي قوي. بجد الكبه دي تحفه يا جماعه. طبعا مش موضوعنا، مش موضوع كبه، بس انا حبيت اقول لكم يعني اللي ما عندوش كبه زي دي يا ريت يجيبها، لانها جميله جدا وحلوه وهتنفعي في البيت. انا بصراحه من ساعه ما جبتها ما كنتش بخرج لعند جزار ولا عند اي حاجه عشان افرم بره، كل حاجه بفرمها في قلب البيت. فهي بجد جميله جدا ويعني حلوه. وكمان دي المصريه كمان، مش اللي هي المستورده. بجد تحفه وجميله يا جماعه. طبعا بقى انا حطيت في الكبه زي ما قلت لكم كده، حطيت البصل، حطيت الخضره، حطيت الفلفل، حطيت ايه تاني، اللحمه. يعني حطيت صدرين اللحمه بتوعي، هما صدر فرخه، حطيتهم وحطيت عليهم الخضره والبصل والثوم والفلفل، وضربتهم كلهم، نعمتهم. بعد كده هنزل بقى في الطبق اهو بالشكل ده. طبعا بقى اللي وصل لحد كده يا ريت ما يبخلش عليا باللايكات ولا بالاشتراكات، و تشتركوا بقى في القناه يا جماعه كده، وتكتبوا لي كومنت حلو كده. طبعا ادي الرز اهوت. انا طبعا زي ما بقول لكم انا غسلاه ومنشفاه. هنضربه بقى، هنعمله بقى في المطحنه. المطحنه اللي هي بتاعت الكمون والفلفل دي هطحنها فيها عشان انعمها. اهي دي المطحنه. ودي كميه الرز اللي انا معاهم، زي ما انا بقول لك هما نص كيلو. طحنته، عايزينه يعني ما يبقاش خشن وما يبقاش ناعم، يعني يبقى عامل زي حبيبات السكر كده، يعني لا يبقى ناعم او بودره ولا يبقى خشن خالص. انا طبعا ضربت بقى الرز كله وركنت شويه دول في طبق لوحدهم، علشان لو احتجت ان انا ازود، يعني وحسيت ان اللحمه كتيره ممكن ازود شويه من الرز. حسيت ان يعني مش عايزه كميه الرز تبقى اكتر من كميه اللحم. طبعا قلبت بقى الفراخ بتاعتنا على الرز وقلبته، وبعد كده رجعت بقى تاني حطيته في الكبه وضربته كمان مره علشان ينعم معايا، وكل بقى الكفته مع الرز تمتزج مع بعضها اهو بالشكل ده. طالعه جميله وناعمه، كانك فعلا فرماها عند الجزار او عند الفرارجي في المكانات اللي هي الكبيره بتاعه الكهرباء دي. فطالعه بجد جميله، تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. بجد يا جماعه زي ما قلت لكم الكبه ديت يعني ممتازه جدا. انا بقى خلصت بقى الكميه اللي معايا. شايفين بقى القوام بتاعها حلو، ما هيش طريه، ما هيش ميه، متماسكه وحلوه. مقدار ما حطيت عليها الرز واللحمه وقلبتها ببعضها وضربتها ضربتين كده مع بعض في قلب الكبه تاني، طالعه كانك بقولك عاملاها في المفرمه اللي هي بالكهرباء، اللي هي المفرمه اللي بتبقى عند الفراخ الكبيره دي. بعد كده بقى هجيب معايا طبق فيه زيت، اصبع بقى كده واعمل الصابع. طبعا زي ما انت عايزه تصغريه تكبريه، اللي يعني يريحك. انا بقى هخلص الكميه كلها وارجع لكم. ده بقى الكميه اللي طلعت لنا، يعني اعتبروا معانا عاملين زي ده كيلو الا ربع باللحمه بكله، كيلو الا ربع. عملت لنا بقى الكميه الحلوه دي. بعد كده بقى ناخدها بقى نحمرها في الزيت. وعايزه اقول لكم بقى لا فكت في الزيت ولا فكت في الصلصه ولا اي حاجه، وكمان طعمها تحفه وخفيفه عن الكفته اللي هي باللحمه. خفيفه وحلوه، وكمان مش هتحس ان انت عاملاها بفراخ، يعني اللي هياكلها هيفكر ان انت عاملاها كفته باللحم.
فبجد يا جماعة تحفة وجميلة واقتصادية. انا مش هروح اجيب مثلا نص كيلو لحمة او كيلو الا ربع لحمة علشان اعمل كفتة بالشيء الفلاني، لا بصدرين اتنين من الفراخ هنعمل كمية حلوة. يعني احنا الكمية اللي عملناها ديت غدتني انا واولادي، اتغدينا وفضل طبق كمان حلو لتاني يوم. وعايزة انا اوريكم طبعا حمرتها وطلعت جميلة، ما فكتش، ما عملتش اي حاجة خالص. بعد كده بقى حمرت بصلاية ونزلت عليها بنص كيلو من الطماطم، حطيت التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وتوابل فراخ، ويعني التوابل بتاعت اللي انتوا دايما متعودين عليا فيها. وطبعا اي توابل انت بترتاحي فيها وبتحبيها حطيها. بعد بقى طبعا ما الصلصه بتاعتنا اتسبكت بنزل بقى بلتر من الميه، لان طبعا انا ما عنديش شوربه، فهنزل بميه واحط فيها مكعب مرقه دجاج. طبعا تحليلي كده الشوربه بتاعتي، وكمان الفراخ بتاعتنا طبعا حلوه هتنزل برضو الدهون بتاعتها والبهاريز بتاعتها، هتدي للشوربه نفس وطعم جميل. اول ما الصلصه بتاعتنا تغلي او الشوربه بتاعتنا تغلي بنزل بقى الكفته بتاعتنا. اول ما تاخد غلوتين كده 3 بحيث انها بدأت تستوي وهطفي عليها. وعملنا جنب منها بقى رز ابيض، مش فاكره رز بالشعريه او رز ابيض، وسلطه بقى، وعملنا قته، وعملنا مخلل ليمون كنت مخللاه في البيت. يعني بجد كانت اكله جميله ومكلفتنيش اي حاجه. هو صدر الفرخه كان موجود عندي في البيت، الرز موجود عندي في البيت، كل حاجه كانت موجوده الصراحه في البيت. وكنت قاعده محتاره فقلت خلاص والله لا هقوم اعمل الكفته ديت وهجربها. ودي فعلا كانت اول مره ان انا اعملها يعني. كنت بسمع ان على كفته الفراخ ديت، فقلت اجربها كده واشوفها. لقيتها بجد جميله وتحفه، ويعني بجد يا جماعه آه، يعني مش عايزه اقول لكم هتعملوا كفته رز هتاكلوا كفته لحمه، اللي هي كفته الرز باللحمه ديت، كانك بتاكلها بالظبط كفته رز باللحمه. يعني مش هتستغربيها ومش هتحسي ان انت بتاكلي حاجه غريبه. حاجه جميله جدا، وزي ما حضراتكم شايفين ما فكتش. طعمها حلو جدا جدا. اتمنى ان الفيديو لو عجبكم متبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب. وصلوا الفيديو ده لأكبر مشاهدة يا جماعة. حطوا لي لايكات، اشتركوا في القناة، شوروه لحبايبكم وأصدقائكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.